مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير، وكان الأوفن يكون جاهز مثل ما سمعت أول ما بديت الفيديو. هاي الفيديو جهز على 350 فهرنهايت 180 مئوي. طبعا جهزت على مود هاي الكيكة اللي راح أسوي لكم إياها. كيكة صحية كلش وتفيد أهل الرجيم واهل السكر. مكوناتها كلها طبيعية، عبارة عن دقيق اسمر وتمر وموز وجوز واشياء كلها صحية. يعني لما واحد ياكل يوميا قطعة بالريق بدل ما يتريق البيض والقيمر وهاي التخبيص المخبصة يومية، قطعة من هاي ويا استكان شاي ويا يعني قليل السكر او قهوة بدون سكر، راح نكون شبعانين لمدة 4 ساعات طبعا، وما نحتاج ناكل اي شيء، وتكون يعني هاي غذاء كامل وصحي. هسه راح اسويها. طبعا انا دائما احب اتريق بهذا النوع من الكيك. اول شيء اقول لكم على هذا تمر. تمر، يعني وين التمر هذا؟ استخدمت هذا النوع من التمر هذا، ويعني بعد ما وخرت النوى خليت له حليب ساخن، يعني حليب يغلي، وتركته 10 دقائق وبعدين بالخلاط وهرسته، صار بهالشكل هذا، صارت عبارة عن عجينة. إذا عندكم تمر مهروس يكون أحسن، بس تضيفون نص كوب الحليب على مود تصير طرية لما نخلطها طرية، وكذلك من مقادير الوصفة. وثاني شيء عندي هذا الموز. طبعا أنا ضفت كل الأشياء الصحية. موز هرسته بهاي 3 موزات تقريبا، صاروا كوب و3/4 قستهم. أوكي، هسه نرجع على أول خطوة. هاي هنا بيكنج باودر، بيكنج صودا. انا ما اخلت الطحين فراح احركهم بالويسك. هسه خلصنا من هاي الخطوة، نجي هنايا اخر هاي، ممكن بشوكة رسوب خاشوقة بأي شيء متوفر. هذا التمر اللي خلطته ويا الحليب الساخن، يعني نقعته بالحليب تقريبا 10 دقائق وبالخلاط انهرس على طول، لأنه يعني تمر هو طري يعني. اوكي، بيض. طبعا المكونات كلها بدرجة حرارة الغرفة، لازم هاي الملاحظة تنتبهوا لها دائما بالكيك. ودائما المقادير اللي استخدمها حبايب اكواب وملاعق قياسية. هذا ملح، بقى نذن المكونين الاخيرين ورا ما نخلط نضيفهم. هسه نخلط. هسه هذا نخلطوا كلهم مثل ما تشوفون، التمر والموز وباقي المكونات. هسه نضيف الدقيق. هذا الدقيق اللي استخدمته دقيق اسمر، يعني مو دقيق ابيض، يمكن هنا لان الاضاءة كلش قوية ما تشوفوه. دقيق اسمر، ممكن بالعراق اللي نسميه طحين الحصة قبل كنا نسميه. وهاي جوز، ممكن تضيفون جوز وممكن لا، يعني حسب الرغبة، بس اني افضل اضيف جوز حتى تكون الوجبة متكاملة، ما تحتاج اي شيء، يعني وجبة متكاملة ومشبعة. نخلطهم. ممكن تستخدمون الخلاط، بس يعني هي وصفة ما تحتاج خلاط. شفتوها بخطوتين، عبارة عن السوائل مع بعض، واخير شي ضفت الدقيق ويا البيكنج باودر والبيكنج صودا. مثل ما تشوفون هاي خلطت كل المكونات. هسه اجيب القالب هذا قياسه 24 سنتيمتر، دهنته بالزيت ورشيته بالطحين. هسه ادخلها الفرن مثل ما قلت لكم ان جهزته، اخليها بين 40 ل 45 دقيقة وحتشوفوها.
ورجعت لكم حبايب بعد مرور 45 دقيقة. خلصت الكيكة وكلش حارة بعدها. هاي هيك شكلها. اوبا ظاهر الطحين كلش طرية مثل ما تشوفون. هسه بالفرشة اوخر هذا الدقيق الزايد. مثل ما تشوفونها طبعا تخبل وريحتها وكلش طيبة. حنتظرها تبرد واقطعها واكلها قدامكم ونشوف مع بعض شلون راح تطلع. وهاي الكيكة خلصت اصدقائي مثل ما تشوفون بعد ما بردت تقريبا عفتها 4 ساعات لان طلعت سوقت ورجعت. فهذا شكلها وقطعت قطعة طبعا كلش طرية. وانا طبعا احب الشوكولات كلش لانه يخليني سعيدة وينطيني طاقة. وهذا شاي. هسه احكي وياكم واكل كيكتي واشرب الشاي. طبعا هاي الكيكة هواية من المتابعين طلبوا مني كيكات تكون صحية واكل للناس اللي عندهم سكر وللناس اللي تسوي رجيم. يعني تقريبا تصير الكيكة 15 قطعة، يعني قطعة واحدة تاكلون يومية بالريوق او الافطار. كلش كافي ويزودكم بالطاقة وتبقون طول اليوم شبعانين. صراحة انا مرات 8 الصبح اكل قطعة ويا شاي، ل 12 الظهر ما اكل اي شيء ما عدا يعني اشرب مي، اكون شبعانة حيل. لانه بيها هاي الكيكة هواية اشياء كلش زينة. اول شيء الدقيق اسمر. الدقيق الاسمر يختلف عن الدقيق الابيض، انه الدقيق الاسمر مثل ما تعرفون يحتوي على هواي الياف، كميه كبيره من الالياف لانه يطحنون ويا القشر. بينما الطحين الابيض يزرون القشر ويطحنوه، فمعظم الالياف الفيتامينات والمعادن والاشياء الزينه تقريبا نصها تروح. الموز كذلك بهواي فيتامينات وكلش صحي. والجوز اللي استخدمته، اهم شيء التمر يزود بالطاقه وبيكون فيتامينات وغذاء متكامل. يا ريت تعجبكم هاي الوصفة حبايب. وإن شاء الله أسوي لكم وصفات هواية مهمة للدايت واللي عندهم أمراض السكري تفيدهم وتساعدهم. هسه نشيل الكيكة هاي وراح أضوق الكيكة وخلي أفرها حتى لين الجهة النهاية وأقول لكم شو رأيي بيها. شوفوا شلون هشة، بس هاي كبيرة. راح أخذ شوكلت لأن الشوكلت يخليني سعيدة. كلش طيبة وطرية. لا حبايب راح اقربها، كلش طرية والحلاوة مالتها كلش طبيعية، مع انه ما خليت سكر ابدا. اعتمدت بهاي الكيكة على حلاوة التمر وحلاوة الموز وحالاتها كلش طيبة. وبالنسبة اللي يحبون الشوكولات شوي يحطون شوكولات ما يخالف يصير. وراح اذوق هاي مرت لكم كالعادة. يا حبيبي كلش طيبة وتخبل. يلا حبايبي اشوفكم ان شاء الله بوصفة جديدة. مع الف سلامة. يا حبيبي.